اوكي ميرسي خالص. يا لهوي، يعني ايه الكياتة دي؟ ايه الذوق ده؟ وش الكياتة هذه؟ النهارده هجرب اصغر اوردر جبته في حياتي، عباره عن كوكيز ماليه السوشيال ميديا دلوقتي بطريقه رهيبه. صاحبتها اسمها ايمي، هي الصفحه بتاعتها اسمها ايميز كرييشنز. الكوكيز اللي هي بتعملها لاولادها او بيقولوا عليها اغلى كوكيز في مصر. تعالوا نفتح العلبه ونحكي قصتها واحنا بنجرب. مكتوب عليها بريميوم كوكيز. ده بعتلنا كارت في الكوكيز اهي. Have a wonderful day dear. دير محمود. عشان بطلب الاوردر باسم محمود وكده. We love you. اوكي ميرسي خالص. يا لهوي، يعني ايه الكياتة دي؟ ايه الذوق ده؟ وش الكياتة هذه؟ طيب دول 3 كوكيز ب 250 جنيه، يعني الواحدة واقفة عليا تقريبا ب 83 جنيه وشوية وربع. تعالوا ندوق الكوكيز الاوريجينال الاول. هي فيها واحده اوريجينال، واحده نوتيلا، وواحده لوتس. المفروض ان الست ديت بتعمل الكوكيز دي لاولادها باعلى امكانيات وماتيريال ممكنه، وهي بتقول ان هي قعدت تجرب كتير جدا جدا لاولادها كوكيز بوصفات مختلفه، لان ولادها بيحبوا الكوكيز جدا، لحد ما قالوا لها يا ماما دي احسن وصفه كوكيز انت عملتيها على مدار تقريبا 5 سنين. فاعتمدتها وحبت كمان تشارك الناس وصفه الكوكيز دي. عشان كده هي كوكيز غاليه. حابه اقسمها بالنص كده. تعالوا نشوف هل هي هتطلع فعلا احلى كوكيز دقتها في حياتي. بسم الله. عايزه اوريها لكم. بصوا هي كوكيز حلوه، بس هي مكتوب عليها baked in heaven، يعني مخبوزه بالجنه. انا حاسه ان الشوكولاته المستخدمه، يعني انت لما تديني سقف توقعات عالي قوي لازم بتكون بتديني حاجه جامده قوي او انبهر بيها. ده غلط. هي كوكيز حلوه، حتى الشوكولاته اللي موجوده فيها يعني حاساها الى حد ما شوكولاته خام شويه. طيب ما نحكمش من اول واحده ونخش على اللي بالنوتيلا. اللي بالنوتيلا حجمها اتخن شويه. بصوا هو مكتوب عليها مده الصلاحيه شهر في الفريزر. نفتحها برضو. ايه دي شكلها تقيل قوي ومحترم كده. احنا محترمينها قوي وبنقطعها بالسكينه عشان شكلها يبقى حلو. دي شكلها لطيف قوي قوي من جوه، تحس الواحده تخينه ومدملكه كده. فندوق بقى اللي بالنوتيلا. اللي بالنوتيلا دي جامده قوي، وهي مش مستخسره يعني، وحاطه عليها كذا واحده بندق، وطعم النوتيلا حلو. العجينه نفسها يعني ايه مفروله شويه. هي المفروض ان الكوكيز بتكون مقرمشه من بره وطريه سنه من جوه. هي محققه المعادله دي، بس يعني كشكل وكقوام وكطعم كوكيز. لكن ان انا يعني اوصله لحته من الهيفن وبريميوم كواليتي وحاجات زي كده، يعني اعتقد ان هي محتاجه بقى ايه، تحط مثلا نوع زبده ريحته فاقعه شويه عن كده. الشوكليت شيبس مثلا مستخدماها تكون اغنى من كده. وهي الحاجه نضيفه جدا ونضيفه، وهي ست شكلها محترمه جدا، يعني ربنا يرزقها. تعالوا ندوق اخر واحده وهي اللوتس. هي شكلها محترم قوي متعوب عليها. اللي باللوتس دي احلى واحده، لان اللوتس تحس ان هو فيه قرفه شويه وطعمه اقرب حاجه لطعم الكوكيز، لان انا برضو يعني بفضل الكوكيز يكون فيه سنه قرفه سنه يعني، فتعتبر اللي باللوتس دي هايله. بس حاساها بالقوام التخين ده اقرب مثلا ايه لكوكي كيك، يعني مش مصطلح الكوكيز اللي احنا في دماغنا او متعرفين عليه اللي هي ناشفه وبتفضل تعمل كده. تجربه لطيفه. لكن نتعلم من كده اننا لما نيجي نسوق لحاجه، هي فكره ذكيه انك تسوق للحاجه بتاعتك بانها احسن حاجه في الدنيا عشان الناس تشتري. لكن هيحصل للناس توقعات عاليه، فالتوقعات العاليه دي لو ما قابلهاش كواليتي، هي الكواليتي نضيفه جدا بس كواليتي زائد الطعم عالي قوي عن اللي احنا متعودين عليه من البريميوم كواليتي العاديه اللي موجوده في السوق، هو اللي يقال عليها بريميوم كواليتي يعني، هيبقى فيه مشكله. لانه انا بجيب حاجه اعلانها جامد قوي بسعر عالي، فانا مستني حاجه بوم. فاهمين قصدي؟ بس كده. وفاهمين قصدي اعملوا لايك وشير وقولوا رايكم في التعليقات. شكرا حاجه. باي باي.